ازاي نربي ولادنا على التعلم من الاخطاء. صباح الخير عليك يا منى. صباح الخير عليك يا شاذلي، صباح الخير عليك يا هدير. صباح الخير عليك يا منى. اخبار موضوع التربيه ايه معاكي؟ والله يا هدير يعني مش عارفه، احنا مش بنعرف نربي ولادنا قوي او مش بنعرف نحركهم قوي. اعتقد ان هو الموضوع بيبقى بالتعلم بالمشاهده، يعني هم بيبصوا احنا بنعمل ايه وبيعملوه، لان الصح ما حدش هيختلف عليه والغلط ما حدش هيختلف عليه. مش هينفع نقول لهم ما تكذبوش، ما هم عارفين حتى لو هم اطفال وهم صغيرين. اي حاجه الواحد بيداريها باي ديفولت كده بيبقى عارف انها غلط. فبالتبعيه لو قعدنا نقول لهم ما تكذبوش وبعدها بشويه قلنا لهم ردوا على التليفون وقولوا ان احنا مش موجودين، او افتح الباب وقول ان احنا مش موجودين، هو مش هيبقى فاهم احنا بنقول ايه. فاعتقد ان احنا لو فضلنا نقول لغايه 10 سنين قدام وبنتصرف بشكل مختلف، محدش هيقتنع باللي احنا بنقوله. بالعكس ممكن نعمل لهم مشكله تانية، انهم يبقوا بوشين، ودي تبقى بدل ما بنحاول نقاومهم نبقى بنحاول ان احنا نوجههم في اتجاه خاطئ. تاني حاجه برضو فكره التعلم بالممارسه، مش في كل الاحوال اعتقد ان هو برضو بيبقى مناسب، لان فكره ان الطفل لما اعرضه لحاجات كتير ممكن تكون مش مناسبه، بعتقد انها مش هي دي افضل طريقه. هو طبيعي اللي بيبقى شايف اهله بيعملوا شيء خطا بيبقى بيحاول يتفاداه، مش هيبقى بينغمس في الحاجه الخطا اللي بتحصل. فاعتقد ان احنا لما بنحط نفسنا في الموقف ونبتدي لو عايزين نعلم ولادنا اي قيم نبتدي بنفسنا، صعبه ونعيد تربيه نفسنا من اول وجديد، لكن ما باليد حيله لو احنا عايزين نطلع حد سوي ويتحمل مسؤولياته. دلوقتي بقى كل مشاهدينا قبل ما ينزلوا